تنضم إلينا من أربيل فيان تخيل نائبة في البرلمان العراقي عن المكون الأيزيدي. أهلا بك سيدة فيان. سيدة فيان، ما تعرض له الأيزيديون قبل 3 سنوات لا هو بالقليل ولا هو شيء يمكن السكوت عنه، وحتى الآن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في مخيمات اللجوء. سيدتي، ما الذي تم تقديمه لهم حتى الآن للتخفيف من معاناتهم ماديا وقبل ذلك نفسيا؟ شكرا جزيلا. طبعا ربما الكثير يعتقد أنه بعد مضي 3 سنوات على الكارثة الكبيرة اللي حصلت للمكون اليزيدي في سنجار في 3 آب 2014، ربما يعتقد البعض أنه قسم منها قد تم حله أو قد انتهت هذه الكارثة، لكن للأسف الحقيقة أنه هي غير ذلك. لا يزال أكثر من 420 ألف يزيدي هم نازحين ويعيشون في مخيمات النزوح في إقليم كردستان في العراق، وهناك الآلاف الذين يعيشون في مخيمات أخرى في دول أخرى أو في الطريق نحو أو في طريق الموت نحو الهروب من هنا نحو أوروبا. هناك أكثر من 3400 يزيدية لا يزالون تحت يد داعش، مختطفات وسبايا، ويتم بيعهم وشراهم في أسواق النخاسة في الرقة وتل عفر والموصل وغيرها. لا يزال لدينا 1060 طفل بين سن 5 و10 تم اختطافهم في هذا العمر ودربوهم ليكونوا مجرمين ودواعش جدد. المأساة لم تنتهي. الناجيات اللواتي تم شراؤهم، يعني أنا أؤكد على هذه الكلمة وأنا أتكلمها في قناة يعني لها صدى واسع في المجتمع الدولي. يتم شراؤهم، نحن نشتري نساءنا وبناتنا ونحن في عام 2016 و2017 يتم بيعهم في الأسواق ونشتريهم بالمبالغ حتى نستطيع أن نعيدهم. هؤلاء النساء لا يزالون يعانون من مشاكل نفسية كبيرة للظلم الذين تعرضوا له على يد داعش من عنف واغتصاب ألم يقدم لهم شيء من طرف المنظمات الحقوقية، المنظمات الإنسانية حتى الآن؟ من طرف يعني للأسف مع يعني كمية الأشياء التي قدمت لهم هي خجولة، عدا طبعا البرنامج الذي تتكفل به ألمانيا، دولة ألمانيا. لحد الآن هناك 1200 ناجية قد تم تحويلهم إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وهناك برنامج آخر ربما في الفترة القادمة نحو 500 ناجية أخرى ممكن أن يرسلوا إلى ألمانيا. هناك كندا أيضا قد طالبت بأنها ممكن أن تعالج بعض النساء، ولكن مأساتنا لا زالت مستمرة. يعني للأسف الدولة العراقية لم تفعل أي شيء لهؤلاء المختطفات، يعني هؤلاء الذين تم شرائهم عن طريق مكتب لرئيس وزراء إقليم كردستان وليس للعراق، بدفع مبالغ، بدفع فدية حتى نستطيع أن نعيد هؤلاء الأطفال. المشكلة الكبيرة التي لدينا الآن كمكون يزيدي بعد تحرير الموصل، قد تم اكتشاف عدد أو إيجاد عدد من الأطفال، ولكن لا نعرف هم لأي عائلة يرجعون. تم اختطافهم في عمر 2 أو 3 سنوات، والآن عمر 6 سنوات. لا يعرف أين اسمه، لا يتواجدون يعرف من هو حاليا هؤلاء لا يعرف الأطفال؟ حتى اللغة. أين يتواجدون حاليا؟ هل هناك مراكز تأويهم؟ هناك مجموعة منهم موجودين في المخيمات لدى بعض المنظمات. هناك مجموعة منهم يتم إرسالهم إلى بعض دور الإيواء في بغداد إلى أن ربما نجد أهلهم أو يتعرف واحد من أهلهم إلى أطفالهم بعد أن كبروا 3 سنوات. يعني هذه كلها مصائب كبيرة قد حصلت على المكون اليزيدي، ولكن للأسف لحد الآن لا يوجد هناك حراك دولي قوي نحو حل هذه القضية المأساوية الكبيرة. يمكن أن الحل يكمن في سنجار وفي إعادة بناء مدينتهم أو أرضهم. هل من جهود مبذولة لإعادة بناء سنجار وإعمارها؟ يا عزيزتي، 85% من سنجار هي منكوبة مدمرة بالكامل. كل المراقد الدينية لليزيدي وغير اليزيدي قد دمرت بالكامل، المنازل، البنى التحتية. الآن المجتمع الدولي لو ساعدنا على أن نبني سنجار كما كانت وأفضل.
المشكلة ليست في بناء الحجر، المشكلة في بناء الثقة. الدواعش الذين جاءوا وفعلوا كل هذه الكوارث في سنجار ولليزيدية وللمسيحية وغيرهم لم يكونوا من كوكب آخر. هؤلاء كانوا جيراننا، كانوا من عشنا معهم لسنوات طويلة وطويلة، ونأكل ونشرب ونعيش معا في نفس البقعة. هؤلاء من ساعد داعش ليأتي ليقتل اليزيديين ويغتصب بناتهم ويخطف نساءهم ويذبح داعش أطفالهم. هم متطرفون، لا دين لهم ولا وطن لهم ولا انتماء لهم. والكثير من مشاكل التي يعانون منها حاليا النازحون العراقيون بكل، يعني ليس فقط من سنجار وإنما أيضا من الموصل المحررة بالأخير. يعني هناك المشاكل كثيرة التي يعاني منها النازحون، وندعو أن يتم دعمهم بالمساعدات والنظر إليها بشكل أكبر. السيدة فيان تخيل، نائبة في البرلمان العراقي عن المكون الأيزيدي، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.